السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك قلب فيديو جديد عن تحديث نسخة الحظر الجديدة. لا مش الجديدة اللي أنا كنت نزلتها قبل كده، وطلب التحديث دلوقتي. تمام، فهجيب لك دلوقتي قلبي التحديث بتاعها، وهتشتغل معاك على طول بإذن الله. لو قفلت عندك أو ما قفلتش هتثبت النسخة دي، لأن في ناس بتقفل عندها وفي ناس ما بتقفلش عندها على طول. تمام، فهتثبت ديت هتشتغل معاك على طول إن شاء الله. يعني مثلا اللي هي عندكم سايبالكوا في قلب الوصف بتاع الفيديو هي النسخة دي، ده الإصدار ده. هتلاقي طلب التحديث بقى، مثلا دي نسخة هي بس هتطلب تحديث بعد 5 أيام. لسه بعد 5 أيام هتلاقي طلب التحديث واتقفلت. في عند ناس تانية أو في برضو على نفس التليفونات بس في نسخة تانية تلاقي طلب التحديث دي برضو اهي. خدت بالك؟ هتلاقي بعد يومين هتطلب التحديث كده. تمام، فانت هتثبت دي هتقولك وصف الفيديو، هتلاقيها تفتح معاك عادي من غير أي حرق ولا أي حاجة. هتسجل رقم جديد عادي برضو، كأنك بتسجل رقمك الجديد من أول وجديد. تمام، ما بتحرقش عند وصول الكود ولا أي حاجة، لا بيوصل الكود عادي وتشغل على الرقم بتاعك عادي. تمام، فميزة النسخة دي يا صاحبي، لا النسخة دي للحظر بس، أنا عاملها للحظر بس انت عايز تستعملها عادي مفيش مشكلة، بس أنا سايبها للحظر بس. النسخة اللي هو تستعملها واستعمال شخصي والكلام ده كله موجود برضو على القناة. عشان كده نفعل زرار العكسي، بس نقفل زرار، ادي زرار العكس، ادي كده الزرار كده انا قفلت الزرار اهي. النسخة شغالة عادي عكس وغير عكس. طب ميزة النسخة دي يا صاحبي اللي هي في ضرب الإبلاغات، اللي دي نسخة ضرب الإبلاغات اللي هي مش نسخة لا حظر عادية. لأ بص، انت لما بتيجي عند أي نسخة بتلاقي علامة صح دي متفعلة زي دي كده. لأ انت هنا بتعمل روبورت بتلاقي علامة صح متشالة لوحدها. طب وتيجي تعمل روبورت تلاقي طلعتك بره الواجهة دي كده، وتخش تاني تعمل الإبلاغ التاني ايه كده. فميزة النسخة دي بقى اللي هي ايه، لأ هي متطلعش بره الواجهة دي. مثلا عملنا إبلاغ اهو، 2 3 4 5 6 7. بص زي ما انت اعمل 1000 إبلاغ، تفضل تعمل إبلاغات معاك طلقة. يعني انت ممكن تعمل لغاية 100 إبلاغ في النسخة التانية في كام دقيقة، هنا انت ممكن تعملها في أقل، في ضعف الوقت، ضعف الوقت. انت فاهم؟ يعني وقت قليل جدا تعمل إبلاغات كتيرة. لا مثلا النسخة دي ليها ضرب إبلاغات وفيها زر العكس وكل حاجة، وده اللون بتاعها. أنا مرضتش أغير اللون، يعني سبت اللون بالشكل ده كده مرضتش أغيره. طب تمام، دلوقتي اقول لك بس مشكلة عشان احللكوا برضو. دلوقتي انت عندك النسخة دي انت مثبتها ومستنسخها لكذا نسخة. طب هتعمل ايه يا صاحبي؟ تمام، لو انت مثبت دي دلوقتي اتحدثت اللي هي النسخة الأساسية اللي هي الأصلية اتحدثت. طب اللي انت مستنسخها بيها مثلا زي دي كده لسه مستنسخها بيها بس لسه ما اتحدثتش، تعمل ايه؟ علامة مانجر برضو اللي انت مستنسخ منه النسخة. تمام، كأن دي كده مثلا دي النسخة اهي. تمام، تستنسخها تاني. انت فاهم ازاي؟ تيجي عند الاستنساخ كده تفعل الزرار وتعمل اوكي كده، انت تستنسخ النسخة وتثبتها. هتلاقي اتثبتت على النسخة اللي عندك، بقت دي اللي هي التحديث الجديد، فالقديمة اتلغى هتنزل عليها. انت فاهم ازاي؟ استنى لما تعمل هوريك. الناس تتحمل. تمام كده حملت. دلوقتي ظهر لك عندك اتنين، السمرة والخضرة. طب دلوقتي تمسح ايه؟ تمسح واحدة منهم، السمرة دي. حدد على السمرة بس عشان انا هحتاجها، فاحطها في ملف فاضي. تمام، دلوقتي نيجي بقى عند اللي احنا فيها ديت، تمسح السمرة اللي متحددة باللون الأسمر تعملها ديليت. تلاقي اللي كانت باللون الأخضر بقت باللون الأسمر، هتثبتها بقى تعملها انستل، تعملها تحديث. مش تثبيت، لأ تحديث، لأنها مش ثابتة عندك أصلا. بس اللي عندك اللي هو الإصدار القديم، ده الإصدار أنو الجديد اللي أنا محدثها ومنزلها لك. انت بتبدأ نفس الحوار.
اهي، دي النسخة كانت طالبة تحديث. ثواني نجيب دي نشوف فين حتة اهي. دي نسخة كانت طالبة تحديث، دلوقتي ما بتطلبش تحديث. العلامة اللي هي البتاع بتطلع لك هنا في نص الشاشة اللي هي ما طلعتش، ما تطلبش تحديث، فانت تعمل ده اللي زي دي كده، الحتة دي كده، لا ابديت تحديث الواتساب. فاللي هي بقى انت هتعمل نفس الحوار ده تعمله لحد ما تحدث كل النسخ اللي عندك، لحد ما اللي عندك كلهم يخلصوا. تمام، ده لو نسخة عندك قفلت. تمام، ده كده التحديث بتاعها، يعني قفلت زي دي كده. هتثبت اللي انا سايبها لك في وصف الفيديو. تمام باخوك، هتلاقي نزلت عندك على طول، وتحذر بقى ارقامك عادي جدا. انا ما غيرتش اللون، سايب اللون زي ما هو، عشان اللي هو اللون ده اللي هو شكله حلو. فاستعملت نسخة تانية نزلكم ان شاء الله، برضو نسخة عكس تانية برضو باللون ده، فهظبط فيها شوية حاجات نزلكم برضو قريب ان شاء الله. بس كده يا صاحبي الفيديو ده، وهسيب لك برضو لينك بند في وصف الفيديو يكون شغال. البند لسه نازل من يومين، البند ده لسه نازل امبارح، فالبند لسه شغال، وانا جربت النهارده برضه، يعني من كام ساعه البند لسه شغال وطلقه. وان شاء الله يعني فاضل 3 مشتركين نوصل 7000 مشترك. شكرا جدا على 7000 مشترك، وعقبال ان شاء الله 10 آلاف ان شاء الله بيكوا هنوصل 10 و20 ألف ان شاء الله. فانا شاكر جدا على قلب اخوك اخواتي، اسف على 7000 مشترك، ان شاء الله نوصل ل10 آلاف. هسيب لك لينك البند ده برضه في وصف الفيديو، خش واعمل بيه شغال متجر واعمال. بس كده قلب اخوك، هسيب لك لينك النسخة في وصف الفيديو. سلام يا اخواتي.